السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتن الملالية. اليوم مشيت تقديت التقدية اللي كنحتاجو في الوقيته ديال رمضان، لأنه على الأبواب. أول حاجة تقديت هي هاد البواطات هادو لأنني محتاجة ليهم. فيهم جوج ديال الأنواع، كاينين الكبار وكاينين الصغار كيف ما كتشوفوا. الكبار 5 دراهم والصغار 3 دراهم. صراحة زوينين، الثمن ديالهم مناسب. كاينين فيهم الالوان، اختاريت انا هاد لي كولور هادو جوج. عجبوني. تقدري تستعمليهم في البلاكار، في شي بلاصه تحطيهم فيهم. كيف ما كتشوفوا خديت هنا الزيت. صراحه كل شيء غالي، تصدمت من الاسعار. كل شيء اللي حطيتي على يدك كتلقايها غاليه. هنايا خديت لاصوص طوماط ديال البيتزا، وهذه لاصوص العاديه. كذلك خديت باكي ديال اتاي، وخديت مطيشه اللي كتكون طماطم المركزه. هنا كيف ما كتشوفوا الذره القطاني اللي كنحتاجو في الحريره، بحال العدس الفول الحمص. وكذلك هنا الشعريه، هاد الشعريه كتكون زوينه. وخديت هذه ديال الفرماج لانها ديجا عندنا في الفرماج، حكيته ودرته في الكونجيلاتور. وزدت هذا شويه هذا حتى هو. فيها 500 غرام. وكذلك خديت هنا هاد الدويمات هادو، ضامه ديال الحوت وديال الحريره ديال اللحم، وكذلك ديال الدجاج، على حساب الاطباق اللي غادي نستعملو ان شاء الله في رمضان. هنا كيف ما كتشوفوا خديت هاد البواطات ديال التمر المجهول. وكذلك خدينا التمر اللي كيكون في الباكيه الكبيره. كيف ما كتشوفوا هذه فيها 2 كيلو. حنا حليناها وبدينا منها، ذقنا منها زوينه صراحه. والثمن ديالها مناسب، خديتها ب 75 درهم. صراحه ثمن زوين الا بقات فيها الثمن، لان هادشي خديته قبل رمضان تقريبا، جاي الاسبوع دابا. كيف كتشوفوا هنا عندي هاد الخنيشه هادي ديال 10 كيلو ديال الفينو. كيجي زوين في جميع المعجنات. كنديرو هو والفورس اللي هو الدقيق الابيض. كيجي في العجينه ديال البيتزا، كيجي في العجينه ديال الكوريس اللي هو البطبوط. خبز ديال الدار العادي. صراحه كيجي زوين. هنا كيف ما كتشوفوا ما خديتش الكميه كتيره، خديت غير اللي غنحتاج باش ما نبقاش كل مره غادا نجيب حاجه بحاجه. خديت داكشي اللي ضروري ومهم هو اللي خديت. كما كتشوفوا هنايا راه ديجا عندي الفرماج. بالنسبه للطريقه راه كنحكو بالحكاكه. صراحه كيجيني عملي، كيجيني سهل فاش كنكون تندير هكا في شي وصفه بحال بيتزا او لا بريوات ولا شي حاجه بحال هكا. كيجوني ساهلين. ديما كنوجدهم وكنحطهم في الفريغو. كذلك كيف ما كتشوفوا هنايا كاين نيدو. صراحه كلشي غالي، كلشي. هاد الحك هذا الصغير فيه تقريبا واش 2 كيلو. المهم الاثمنه كاينين بزاف طالعين صراحه عند كلشي، ماشي غير الاسواق اللي هي كبيره. حتى في الهريه، حتى في الحوانت الصغار. يعني صراحه كلشي غالي عند كلشي. ملي كتجي تشوفي الاثمنه كتلقاي طالع عند كلشي. المهم الانسان يتقدى جهده وصافي. رمضان غادي يدوز ان شاء الله بالصحه والسلامه، هذا هو المهم. رمضان ديال العباده وديال صله الرحم، والانسان يتوب ويكون
يبقى يدير الادعيه والاذكار، لان صراحه الانسان العام كامل هو كيجري وكيخدم، ولكن هذا الشهر هذا شهر مبارك ديال العباده. الانسان غير يحيد عليه، غير تقديت انا هذا الشيء باش ما راك عارفين. الناس اللي كتكون هكا خدامه راه غتكون مجربه، ما يمكنش غتبقى كل مره تمشي تتقدى كل مره. اللهم تجيب داك الشيء اللي خاصها كامل، يعني غير اللي ضروري، ماشي بالضروره نبقى نجيب ونحط. بالنسبه لهنا كيف ما كتشوفوا معايا، حطيت هاد لي بواط هادو راه ديجا غسلناهم ونشفناهم. كيف ما كتشوفوا كنحط فيهم هادوك الكبار، كنحط فيهم القطاني وكاع داكشي اللي غنحتاج، وكيتسدوا مزيانين صراحه. وثمن عجبني انا، الثمن مناسب ديالهم وزوينين، كيتحطوا في البلاكار كيبقى كلشي كيبان لك، يعني كتمشي ديريكت للحاجه كتهزيها، كتبقايش تقلبي. صراحه زوينين. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما رتبت كل حاجه في البواطه ديالها. بالنسبه للعدس راه كاينين على جوج الانواع. خديت هاد العدس هذا اللي غنحتاجوه في الحريره، وكذلك كاين هذا اللي تيكون هكا اللون ديالو سمر بزاف. صراحه هذا راه فيه الحديد، غني بالحديد كتر من الاخر. كاين كيف ما كتشوفوا الشعريه، كلشي قديتهم هنايا. البلبوله حتى هي كنحتاجوها. كل شيء. الروز هنا، الروز ما بقاش بزاف، مازال غنزيد منه. كل شيء صراحه تقدري تستعمليه في هاد البواطات هادو، عمليين. رمضان مبارك للجميع، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. شكرا على المتابعه، وكنتمنى تضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. شكرا لكم ورمضان كريم.